السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم كويزين سوما. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم. كنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم وتتبعوه معايا حتى الاخير وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم ولي ديالكم لانها كتهمني. وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم الى عجبكم المحتوى ديال القناه بالطبع. وكنتمنى فرجة ممتعة للجميع. كي كتشوفوا معايا هنا عندي طارطة ديال طارط تفاح او لا طارطو بوم الانسيان، يعني من اقدم الطارطات ولكن من ألذ الطارطات بالطبع. كتجي لذيذه بزاف وسهله التحضير، سهله جدا، ما كنحتاجوش فيها بزاف تاع المقادير والنتيجه كتجي روعه. غادي تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وما تنساوش تخليو ليا كي قلت لكم التعاليق ديالكم. وندوزو دابا نخليكم مع هاد الصور ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا مع بعض المقادير وطريقه التحضير. اذا نبداو على بركه الله في المقادير. هادو هما المقادير. غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الابيض، غنحتاجو نصف الكميه ديال الدقيق اللي هي 125 غرام زبده، غنحتاجو خنيشه ديال الفاني، قريصه ديال الملحه وقشره ديال الحامض وثلاثه المعالق ديال سنيده وبيضه واحده. كي قلت لكم الدقيق نصف الكميه ديالته دائما تنديروها زبده في هاد لاباطا صابلي. اول حاجه غادي نحتاجو واحد الاناء فاش غادي نجمعو العجين. غادي نوضعو فيه الدقيق 250 غرام، ثم غادي نضيفو ليه الزبده بعد ما غادي نقطعوها باش تسهل علينا الخدمه. نقطعوها الى مربعات رقاق صغار. ودائما القاعده ديال لاباط ديال الستابلي، فالكميه تاع الدقيق نصف الكميه ديالتها دائما تنديروها زبده باش كتجينا العجينه مرمله. دابا غادي نبدا نرمل في الدقيق غير بصباعي، ما نخدمش الكف ديالي، غير بالصباع حتى كيتبسبس ليا داك الدقيق كامل وتيولي شارب ديك الزبده. كي كتشوفوا على هذا الشكل. من بعد كنحفر واحد الحفره الوسط وتنضيف ليها السكر سنيده او السكر حبيبات 3 المعالق، ثم غنضيف ليها القريصه ديال الملحه وقشور ديال الحامض محكوكه، ثم غادي نضيف ليها فاني، خنيشه ديال الفاني، وغادي نخلط جميع هاد النواشف بيدي باش يوصل ليا العناصر لبعضياتهم. ودابا غادي نضيفو البيضه، وبهاد البيضه باش غادي نجمعو العجين ما غنحتاجو ولا نقطه من الماء. تبعوا غير المقادير هادو اللي عطيتكم وان شاء الله غادي ينجح معكم لاباطا صابلي ديال لي تارت. غادي نبقى بشويه وغير بالاصابع ديالي، ما نديرش الكف. وماشي مشكل ان العجين ما تجيش ليس وما تكونش تبان لكم بحال ما مجموعات، ماشي مشكل. كل ما كانت هكا كل ما كتجينا لاباطا صابلي كتجي مقرمشه، كتجي يعني كتجي شاربه الزبده وكتجي مقرمشه في الطياب. صافي غير تبان لنا تجمعات ونحبسوا الخدمه، ما نبقاوش نخدموا بزاف بيدينا باش ما تذوبش الزبده.
غادي نكورها كويره بحال هكا. وغادي نجيب الفيلم اليمونتير اولا البلاستيك الغذائي، غادي نسرحه في مكان العمل ونحط فيه هذيك العجينه اللي جمعت ونحاول نبسطها. فهذه حتى هي طريقه فاش تبغيو تساليو وتكوروا العجينه، ضروري تبسطوها بحال هكا عاد تدخلوها للثلاجه، لانكم الا خليتوها كوره من بعد مني غادي نخرجوها من الثلاجه وغتكون شويه جمدات، غادي منين نبغيو نبداو نسرحوا فيها بالمدلك غادي تبدا تشقق معاكم. اما الا درتوا ليها بحال هكا ما غتشقق معاكم ما والو، غادي تجي سهله فاش غنبغيو نسرحوها. دابا غادي ندوزو للحشوه ديال لا طارت، وغادي نحتاج فيها 2 ديال التفاحات، 2 معالق ديال سنيده، معلقه ديال الزبده معلقه كبيره، خنيشه ديال فاني، نصف حامضه غناخذ العصير ديالها من بعد. اول حاجه غادي نقيو التفاح، كي قلت لكم هاد لا طارت هي من اقدم لي طارت يعني هي اللي كانت شحال هذه كانوا كيستعملوها واكثريه كيديروها الفرنسيين، ما كنحتاجوا فيها لا كريم لا والو، غير التفاح. والتفاح بطبيعه الحال راه كيطلق واحد بحال شكل واحد النشا، تيطلق واحد بوحدو تيطلق واحد الكريمه. مني كطيب هاد الطخت هذاك التفاح تيطلق لينا واحد الكريمه، واحد الكومبوت ديال التفاح تلقاوه. من بعد غادي نزول التفاح داك الشيء الوسطاني ديالو، البذور اللي فيه لداخل، وبطبيعه الحال غادي نعصر عليه الحامض باش ما يتبدلش هي اللون ديالو ويحافظ ليا على اللون بحال هكا ما يكحالش ليا. من بعد غادي نقطع التفاح الى شرائح يكونوا رقاق شويه، ماشي رقاق عاوتاني بزاف وماشي غلاظ. ومن الاحسن هاد النوع ديال هاد الطارطه اللي غادي يطيب فيها التفاح نختاروا تفاح يكون خضر شويه، ماشي داك التفاح اللي تيكون ديجا طيب ولا مرمل. من الاحسن يكون هذا خضر شويه لان غادي ندخلو كل شيء طيب في خطره. خصنا نقطعوه على هذا الشكل كي كتشوفوا. غادي نستمر انا في التقطيع ونتلاقى معكم من بعد. بعد ما كملت التقطاع ديال التفاح غنعاود نعصر عليه عاوتاني الحامض باش يدخل ليا العصير ديال الحامض في دوك الجوانب اللي قطعت. من بعد غادي نجبد العجين ديال لا طارت، غادي نجبدو من الثلاجه وغادي نبدا نسرح فيه ما بين 2 ديال ورق المطبخ، ما بين 2 طروفه ديال الورق. كنبداو في الاول نهبطوا في العجين بشويه ومن بعد كنبداو نطلقوا فيها.
كنعبر القياس ديال الطاوه اللي عندي باش نشوف واش مازال نطلق ولا بركه. هنا راه بان ليا بانه بركه. غادي نحيد واحد القطعه ديال الورق الفوقانيه ونقلب العجين بحال هكا. ملي كنخدموا بالورق كتجينا القضيه سهله. غادي نبدا نهبط في العجين باش نعمر به الجوانب، ومن بعد غادي نزول هذاك الورق الفوقاني ونبدا نضغط بحال هكا في الجوانب باش يشد لي ديك الرشمه ديال الصينيه. من بعد غادي نزول هذوك الزوائد عفوا، سواء بهاد القطعه ديال البيتزا اولا بشي موس. نحاولوا نمشيو معاهم الجناب كامل. الا بغينا نخليوهم شويه طوال نخليوهم، بغيناهم قصار نقصروهم. من بعد غادي نحيد كاع هاد الزوائد ونبدا نقاد في الشكل، نتحكم فيه بيدي. من بعد غادي نتقب العجين. الا عندكم هاد الآلة مزيان، الا ما عندكمش نتقبوه بالفرشات. دابا راها جاهزه. غادي ندخلها للثلاجه واحد 10 دقائق هكاك، عاد ندوز باش نكمل التتمه. بعد ما دازت 10 دقائق هانا جبتها من الثلاجه، وغادي نبدا نستف التفاح على شكل دائري. نستف ونعطيها شكل جميل باش من يطيب حتى في المنظر، يعني حتى في المنظر تعطينا شكل جميل، ماشي غير المذاق. العين هي الاولى اللي كتاكل كي كنعرفوا. مني كنكمل الصف الاول كنبدا بالصف الثاني وتنقاد. كنحاول نعطيه واحد الشكل جميل بحال الورده. من بعد مني كنكمل تنحصل على هاد النتيجه. دابا غادي ناخد سنيده وغادي نبدا ندردر على داك التفاح 2 معالق ديال سنيده. صدقوني هاد التفاح بحالها بهاد الطريقه تيجي كاراميليزي، يعني كيجي معسل. ومني تاكلوا الطارطه تتحسوا بالتفاح، بمذاق التفاح. ما كيمشيش لينا بشي كريمه، يعني ما كنوضروش ليه المذاق ديالو بشي كريمه، يعني كتمضقوا مذاق التفاح. ومن بعد السنيده كندير فاني كي كتشوفوا معايا، معلقه يعني خنيشه ديال الفاني، راه هي معلقه كبيره. ومن بعد كنشد بحال هكا الزبده وتنقطع طريفات وتنلوح فوق التفاح باش منين ندخلو الطارطه للفران وهي كطيب والتفاح تيتكراميليزا، يعني بالسكر وفاني والزبده. كي قلت لكم ما تخافوش، راه ما غتجيش ناشفه، لان التفاح تيطلق واحد في الاول غتبان لكم بحال التفاح طلق واحد الماء، يعني بحال تميهات، ماشي مشكل. راه من بعد داك ما حدها تطيب وداك الماء تيزيد كيختار حتى تيعطينا واحد لو جيل. بهذا المعنى كيعطينا واحد الجيل كيبقى في داك الطارطه تيجي لذيذ. دابا غادي ندخلها للفرن مسخن على 180 درجه ونتسناها حتى طيب. كتاخذ ليا ما بين نص ساعه حتى ساعه الا ربع. نتسناها حتى طيب وحتى تحمر، والنتيجه كتكون هي هذه كي كتشوفوا معايا. هنا دهنتها بشويه الناباج من الفوق ودرت ليها شويه اللوز في الوسط غير باش نعطيها منظر جميل. وكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. وكي كتشوفوا شكلها كيشهي بزاف، مذاقها ما غاديش نقول لكم عليه لان بطبيعه الحال فيها تفاح، والتفاح تنعرفوه كيجي زوين في الطارطات.
وبهذه الطريقه كتجي زوينه، يعني احسن من انكم تديروا معها الكريمه، فكنوليو تنتمضقوا غير الكريمه ما تنتمضقوش التفاح. بهذه الطريقه غتمضقوا التفاح وكي قلت لكم تيتعسل تيجي زوين بزاف. نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. كانت معكم كويزين سوما، ما تنساوش تخليوا لي التعاليق ديالكم ولي لايك ديالكم وتشتركوا في القناه بالنسبه اللي عاد كيزور القناه ديالي لاول مره. وكذلك فضلا وليس امرا، الى عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم لكي تعم الفائده. نتمنى ان هذه الوصفه تنفعكم ان شاء الله في رمضان، لان هاد الطرطه